ورا كل عمل فني مميز حكاية وقصة، وفي حلقة جديدة من خربشة فنية هنتعرف على حكاية عمل فني مميز. أغنية الليلة يا سمرة. اشتهرت الأغنية بصوت الكينج محمد منير، وبقت واحدة من أنجح أغانيه وعلامة مميزة في تاريخه الفني. الأغنية نزلت في ألبوم شبابيك سنة 81، وكان فيها رمزية سياسية، وخصوصاً إن وقت نزولها كان وقت استرداد مصر لآخر شبر في سينا طابة. وظهر ده في مقطع البنت قالت فستاني منشور على البر التاني، خدني المراكبي وعداني ورجعت في الجمرة الليلة. ورغم إننا عرفنا الأغنية بصوت الكينج محمد منير، إلا إن الأغنية غناها لأول مرة المطرب محمد حمام صاحب الصوت الجنوبي الأصيل. اتولدت الأغنية في سجن الواحات جوه الزنزانة في يوم 1 سبتمبر. الزنزانة كان فيها الشاعر فؤاد حداد والمطرب محمد حمام والملحن النوبي أحمد منيب، ومعاهم المناضل زكي مراد. اليوم ده كان يوم عيد ميلاد زكي مراد، وقرروا الاحتفال بيه بطريقتهم. فؤاد كتب الكلمات من قلبه، ومنيب لحن، وحمام غنى، واتولدت أغنية الليلة يا سمرة. لهنا خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة وخربشة جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.